صباح الخير يا سيمبا، عامل ايه يا حبيبي؟ اكيد النهارده هتخرج تلعب مع اصحابك. ايوه يا ماما، هلعب مع اصحابي وهيبقى يوم حلو قوي. ماما انا عايزه اسالك سؤال، هو ايه البركان اللي على اول الغابه ده بيطلع ايه يا ماما؟ سيمبا، ده بيطلع نار. اوعى تقرب منه يا سيمبا او تروح عنده، ده ممكن يحرقك ويخلي جسمك كله مولع نار يا سيمبا. ده خطر جدا عليك وعلى كل الحيوانات. طب ممكن يا ماما تسمحي لي اشوفه من بعيد؟ انا بس هشوفه من بعيد، مش هقرب منه خالص. لا يا سيمبا، ما تروحش عند البركان اللي في اول الغابه ده خطر جدا عليك وعلى كل الحيوانات، واظن انا قلت الكلام ده. طيب حاضر حاضر، ماشي، انا ماشي، باي باي. للأسف سيمبا ما كانش بيسمع الكلام، وما كانش واخد كلام ماما على إنه كلام جد، وكان نفسه قوي يروح عند البركان. بس هو الأول قال يروح لفلافيلو الأول. سيمبا يا سيمبا، أنت مش شايفني ولا إيه يا سيمبا؟ الله، أنا أرنوب صاحبك، أنت ماشي بتكلم نفسك ولا إيه؟ في ايه يا ارنوب؟ الله انا مش فايقلك بقى، في ايه؟ ماما لسه مزعقالي. زعقت لك ليه؟ أنت أكيد عملت حاجة غلط. قول بقى يا سيمبا، عملت إيه؟ انا ما عملتش حاجه، انا كنت بقول لها على البركان اللي في اول الغابه، انا نفسي اروح عنده واشوفه. دي حاجه بتطلع كده ايه، نار كده ولا ايه؟ بس انا عايزه بس اشوفه من قريب، انا بس هستفيد بس، لكن مش هقرب منه. طب ما هي ماما عندها حق، حد يروح عند البركان اللي بيطلع نار؟ ده خطر جدا على الحيوانات يا سيمبا. هو ينفع يا اصحابي اي حاجه نجربها حتى لو كان فيها خطر علينا؟ طب الغزاله هي جايه كمان، وهشوف هتقولي ايه. بصي يا غزاله، سيمبا بيقول ايه؟ بيقول كلام غلط خالص. ايه في ايه يا ارنوب انت وسيمبا؟ انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ ايه الكلام الغلط اللي بيقوله سيمبا؟ انا كنت عايزه اروح عند البركان اللي على اول الغابه، انا هشوفه بس هشوفه من قريب، انا عايزه اعرف هو فيه ايه، بيطلع ايه. ايه يا سيمبا ده بيطلع نار، دي ممكن تحرق الحيوانات كلها. دي ماما زعقت لي وخلت لي ان ازاي انا اروح عند حاجه زي كده. انا مش ممكن حتى اني اقرب من المكان ده وازعل ماما تزعل مني قوي. وقعد سيمبا يفكر ويفكر، وان هو نفسه قوي يروح عند البركان مع التحذيرات كل اصحابه وماما كمان، ولو انه برضه كان عنده فضول جامد قوي انه يروح عند البركان. يا سيمبا، سيمبا، رايح فين يا سيمبا؟ رد عليا. انا رايح عند اول الغابه، انا بس كنت هتمشى شويه وادور على فلافيلو. يا سيمبا، اول الغابة في بركان بيطلع نار، اوعى تروح هناك يا سيمبا، انا خايفة عليك قوي. ما انا مش هقرب من النار، هو كلكم فاكرين ان انا هروح عند النار؟ انا بس هروح اتفرج عليه من بعيد. وجري سيمبا على أول الغابة، وفعلا راح عند البركان. اهو البركان، الله ده شكله حلو قوي، بس يا ترى فعلا هو بيأذينا؟ وانا بعيد اهو مش بيعمل لي حاجه. وراح سيمبا قرب من البركان، وقرب شوية بشوية. تعالوا نشوفوا ايه اللي حصل. آه الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، انا اتلسعت من النار، الحقوني انا بموت، اتلسعت. يا فلافيلو، ما شفت السيمبا؟ ده بقاله كتير قوي غايب عن البيت، وانا قلقانة عليه قوي. مش هو قال ان هو جاي يلعب معاك؟ بس انا ما شفتوش النهارده خالص، ده انا كنت فعلا مستنيه، بس مش عارفه ايه اللي اخره لحد دلوقتي. اهي السلحفه جايه اهي، تعالى نساله على سيمبا. ايه يا ام سيمبا، في ايه؟ مالك قلقانة ومتوترة كده ليه؟ بتدوري على ايه يا ام سيمبا؟ انتي ما شفتيش سيمبا؟ ما شفتيهوش النهارده ولا قالك حاجه؟ ايوه انا شفته، وكان بيسألني على البركان، وقلت له اوعى تروحي يا سيمبا، ده بيطلع نار وخطر على الحيوانات. الحق يا فلافيلو، ده اكيد راح عند اول الغابه عند البركان، اكيد راح. اكيد يحصل له حاجه يا فلافيلو، يلا بينا بسرعه على اول الغابه.
تخافش، هنروح على البيت حالا وهوديك لدكتور الغابة، ما تخافش. وشالته مامته فعلا وودته على البيت، وكانت بتعيط طول الطريق. سيمبا انت كويس يا سيمبا؟ الحمد لله يا حبيبي ان انت جيت معايا البيت، الحمد لله. انت ازاي تعمل كده؟ انا مش قلت ما تروحش عند البركان؟ معلش يا ماما، انا اسف، بس كان عندي فضول كبير قوي ان انا اروح عند البركان واقرب منه. طب يا سيمبا احنا اصحاب، ازاي ما تجيش تقولي ان انت هتعمل حاجة زي كده، او انك انت هتروح عند اول الغابة؟ مش انت كل حاجة بتيجي تقولي عليها يا سيمبا؟ معلش يا فلافيلو، انا اتهورت المرة دي، بس بعد كده مش هخبي عليك حاجة، انا فعلا كنت غلطان، لان المكان ده خطر جدا ومينفعش كنت اروح عنده. خلاص يا سيمبا، الدكتور قال انك انت يومين في السرير وهتبقى زي الفل. شفتوا نتيجة ان سيمبا ما سمعش كلام ماما كان ممكن يحصل له ايه؟ كان ممكن يتحرق اكتر من كده، لكن ربنا ستر. لازم نسمع كلام ماما وبابا وكلام الكبار كمان، وما نروحش في اي حتة ماما وبابا قالوا عليها لأ.